مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. جيتكم فيديو جديد اتمنى يعجبكم. اليوم عندي تفصيل دشداشة مال طفلة عمر 5 سنوات. اتمنى يعجبكم الفيديو، بس في البداية اهم شي ما تنسون تشتركون بالقناة وتخلون اللايك، لانه تعرفون صار فترة تاركة القناة، فلازم تصعد القناة ان شاء الله باللايك والاشتراك. اليوم عندي هاي القياسات. طبعا هاي القطعة مال اختي البتها، جابت لي متر مال قماش، متر واحد مال قماش، فرادته دشداشة. طبعا صراحة هو ما يكفي، لأنه هو يراد له نقص يصير ردن، فهسه راح نرحمها وياكم. طبعا هذا المتر، شوفوا هاي القياسات خلتها يمي. هذا المتر شوفوا طبقته هيجي، صار عندي 4 طبقات. هسه اجي اخذ القياسات. عندي القياس الكتف، الطول هو هذا الطول مالته تقريبا 80 سنتي. هاي عمر 5 سنوات، 5 ونص، 5 سنوات ونص. هاي هنا 83، هي أطول شوية رادتها، بس القماش عندي حكمني يعني ما يكفي. ويمكن راح أخلي للردن هيك قماش فد كشكش أسود، فد لون هيك على هذا اللون. شوف شلون. إن شاء الله هذا الفيديو راح نكمل بيه خياط، تفصيل وخياطة. أول ما أجيب قياسات على مود تعرفوها، الكتف هو 25 سنتيم، 25. أنا شو راح أخليه؟ راح أخليه 28 على مود شنو؟ على مود الخياطات. هسه هذا 15، هنا 30، راح أخليه 13 سنتيم لهنا. نحاول من هاي الحفرة تطلع عندي نخلي نرهم لها ردن. هاي هنا هسه صار عندي هنا هاي 14 سنتيم الردن. نزال أترك 1 سنتيم، هذا الواحد شوفوا هنا نترك 1 سنتيم للميلان مال الكتف. زين، من ال1 سنتيم حفرة الردن النزال مالتها مال عمر 5 سنوات 15 سنتيم، 15. شوفوا بنات هاي 15 سنتيم، هاي 15. محيط الصدر كله داير ما يدور الصدر 60، نص ال60 30 سنتيمتر. احنا ربع ال60 محيط 30 15. هاي 15 بنات. شوفوا لهنا عندي هاي 15. زين، لازم اترك مجال للخياط وشويه رهاوه عليها مضابه. راح ناخذها 18 سنتيم. شوفوا عيني هنا، اتمنى يكون واضح عندكم بالفيديو. طبعا صار هواي ما منزلت لكم، ان شاء الله راح نبي ننزل روتين وخياط اذا الله راد. زين، هسه انا حددت النزال مال حفره الردن. محيط الصدر حددته، هاي العمر 5 سنوات. اجي زين خل اقيس لكم بالاشواك. شوفوا اقل الشبر هو الشبر تقريبا 20 سنتي، وهذا اقل. تمام. وهنا عندي فتر 15 سنتي. زين، هسه اجي اذا مسطره تريدين، اذا انت بايدك ولو هي يعني يحتاج تخصيره. نجي شوفوا ننزلها من هنا ونعطيها العرض كله للذيال، العرض كله نعطيه للذيال. عم تطلع كل شيء بعد بس راح نقصها وياكم. شوفوا بنات هذا الزايد، خليني احدد لكم حفرة الابط. هاي حفرة الابط، هذا الكتف محدد. زين، اول ما نبدي ناخذ الميلان، عندي هم تعديل وهم ميلان. شوفوا انا بنات هاي حفرة الردن على شكل حرف ال، وهاي عندي التخصير. شوفوا حبيباتي، اكتبوا لي من اي بلد جاي تتابعوني. هنا يعني ازيدها شوية المتر، فما هيك قليلة. بس هي تقول قالت ما عندي، بس هو هذا سوي لي اياه سجر. اريد ايش تسوي لي هاي الحاشية شوية نتخلص منها وناخذها ميلان هيك حتى تصير هيك مثل المدورة. تمام. زين، انا الصدر اريد اخليه له لاستيك. هاي التفاصيل راح نسولف عليها بالماكينه من نقعد نخيط. هاي طبعا تعرفون بنات اني غيرت المكان مال الماكينه. طبعا كانت عندي تعرفون الغرفه مال الخياط مالتي الفوق، بس شنو يعني ما اقدر اصعد وانزل واطفال عندي، فنزلت الماكينه جوا
على مود شنو قريبة علي على البيت هيجي وأسيطر على الخياط، فنزلتها جوا وغراضي واحتاج الاوفر او التطريز هاي كلها بقت فوقنا بسوي ميز الفصال. تمام عيني. فهسه هاي عيني كملة الدشداشة مالتي. هسه بقالي الردن. الردن شنو؟ بقت عندي هاي الزيادة، هاي الزيادة مال الردن، هاي لازم نسوي لها ردن حلوة. شوفوا راح نخلي هنا تطعيم إلها أو نخلي لها تول أو دانتيل تطعيم للردن. تمام عيني. خلينا أول مرة نفصلها. هي على نفس القص مالت الطبقات، راح نخلي لها تول تطلع أحلى تكملة إلها للردن، نخلي لها تول. شوفوا هسه أتخيل التول مثلا هاي عندي هسه أنا الردن. شوفوا هسه هاي قد الردن؟ قولي 10 يعني هامل الخياطات وهيجي 10 أضيف لها 3 أصابع تول. تمام. تخيلوا التول مثلا راح نضيفه لهنا، لهنا التول هي تطول. شوفوا هنا ايش قد يصير اذا ضفناه تقريبا يصير 20 18 سنتي. بنات حاولوا بهاي العطلة. هسه احنا خلصنا امتحانات والحمد لله والشكر، وانا خلصت مراقبة وهيجي سوالف وهاي، فبدت العطلة حاولي تتعلمين الخياط مهنة يعني حلوة. تابعوا وياي أول بأول، أنا جاي أشرح لكم بالتفاصيل وقدامكم بدون تقطيع أول بأول. تمام عيني. يعني العطلة استغليها حرامات، خاصة أغلب طلابنا هسه إن شاء الله كملوا امتحانات بقوا بس الصف السادس. هاي بنات هنا ليش هسه تقولون صارت كبيرة وعريضة لا أنا راح أخلي لها كسرات هنا. شوفوا عيني هسه شوفوا ايش قد صار. هاي كلها راح يروح شنو كسرات بالضبط هيك كسرات. شوفوا حفرة الردن هاي كلها كسرات راح تكون هيك، ونخلي لها تول من هنا هيك عين تصير. تمام. يلا كملوا الفيديو للنهاية وياي عشان تستفادون أكثر وتخيطون لأولادكم. راح انزل لكم الانستا مالتي، نزلوا التطبيقات مالتكم على مود اعرض لكم اياهم.